الكلام اللي هتسمعه دلوقتي مش عادي ومش مكرر، لأن أغلب النصايح اللي سمعتها قبل كده عن المذاكرة كانت بتقولك ذاكر أكتر، اقعد بالساعات، اسهر، اضغط على نفسك، بس محدش قالك إزاي تفكر وانت بتذاكر. الفيديو ده مختلف لأنه مش جاي من تنظير ولا كلام تحفيزي فاضي، ده جاي من تجارب حقيقية لطلاب كانوا عاديين جدا وبقوا مميزين. والفرق ما كانش في الذكاء ولا في عدد ساعات المذاكرة، الفرق كان في الطريقة. عشان كده أنا جمعت لك الخلاصة في 4 قواعد، لو بدأت تطبقهم مش بس درجاتك هتتحسن، طريقة تفكيرك كلها هتتغير. القاعدة الأولى اسمها كود الفهم. أغلب الطلاب داخلين المذاكرة بعقلية إن المطلوب منهم يحفظوا أكبر كمية معلومات، لكن الحقيقة إن أي درس في أي مادة معمول عشان يحل مشكلة، والقانون ما اتعملش عشان يتحفظ، اتعمل عشان يفسر حاجة أو يحل موقف. أول خطوة قبل ما تفتح أي درس إنك تسأل نفسك السؤال الأهم: الدرس ده جاي يجاوب على إيه؟ بعد كده قسم الدرس ل3 أجزاء واضحة: فكرة عامة بتشرح المشكلة، قوانين بتقدم الحل، واستخدام بيبين إمتى أستعمل القانون ده. ومع كل قانون توقف وتسأل نفسك: لو القانون ده اتلغى إيه اللي هيبوظ في الفكرة؟ ومع الوقت حاول تشرح الدرس بصوت عالي كأنك مدرس واقف قدام فصل، لأن اللحظة اللي تعجز فيها عن الشرح هي اللحظة اللي تكتشف فيها إنك لسه ما فهمتش. مثال بسيط جدا: لو بتذاكر قانون أوم، الطالب العادي يحفظ V equals I equals R ويعدي، لكن الطالب الذكي يسأل نفسه: ليه لما المقاومة تزيد التيار يقل؟ وإيه اللي يحصل لو المقاومة تقريبا صفر؟ أول ما يفهم العلاقة دي، القانون نفسه يثبت في دماغه من غير أي مجهود حفظ. وده سر القاعدة الأولى: أول ما تفهم صح الحفظ بيحصل لوحده. القاعدة التانية اسمها نظام الصدمة البسيطة، لأن الحقيقة إن دماغك مش كسول زي ما أنت فاكر، دماغك بس نايم. والمشكلة إن أغلبنا بيبدأ المذاكرة وهو مخه مش مستعد، فيقعد بالساعات ومفيش تركيز. الحل بسيط لكن صادم: قبل ما تفتح الشرح حل سؤال صعب من الدرس حتى لو مش فاهم حاجة. الفشل هنا مطلوب لأنه بيبعت إشارة للمخ إن في مشكلة محتاجة حل. بعد الفشل ده افتح الشرح وهتحس إن دماغك تلقائيا بيدور على الإجابة وبيستقبل المعلومة بشكل أقوى. خليك في جلسة مذاكرة 40 دقيقة بس، وبعدها 10 دقايق حركة من غير موبايل عشان تفصل فعليا. وفي آخر الجلسة اسأل نفسك بصدق: أنا فهمت ولا بس الوقت عدى؟ مثال واضح: طالب داخل يذاكر رياضة ومش طايق، لكن لما يبدأ بمسألة امتحان صعبة ويتلخبط فيها دماغه يصحى ويبدأ يسأل، وساعتها الشرح يدخل أسهل بكتير. وده اللي يخلي دماغك يشتغل في وضع التفكير مش وضع التحمل. القاعدة الثالثة اسمها ملف الأسئلة الخفية. لأن الطالب العادي بيذاكر إجابات جاهزة، لكن الطالب العبقري بيذاكر الامتحان نفسه. الامتحان ليه عقلية وطريقة تفكير، وانت لازم تتعلم تفكر بعقل اللي حاطط السؤال. اعمل كشكول مخصوص تكتب فيه بعد كل درس سؤال واحد مهم: ممكن الدرس ده يتسأل ازاي؟ واكتب 3 أنواع أسئلة: سؤال مباشر، وسؤال معكوس، وسؤال تطبيقي من الحياة. وقبل الامتحان بدل ما تراجع المنهج كله، راجع الملف ده بس، وبعد كل امتحان زود خبرتك فيه وشوف الأسئلة اللي جت فعلا. مثال: لو درس ميكانيكا تكتب سؤال تعريف بسيط، وسؤال لو المعطيات اتغيرت، وسؤال موقف عملي. تدخل اللجنة وانت حاسس ان الورقة مش غريبة عليك، وده بيقلل التوتر ويرفع تركيزك. القاعدة الرابعة والأخيرة اسمها قاعدة الدقيقة الواحدة، لأن أخطر حاجة بتضيع الطلاب مش صعوبة المواد لكن الكسل والتسويف. الطالب الذكي مش بيستنى المزاج، هو بيبدأ والمزاج يلحقه. لما تحس إنك مش قادر تقول لنفسك دقيقة واحدة بس، افتح الكتاب واعمل أي حاجة، حتى لو قراءة سطر أو حل سؤال واحد. في أغلب الأحيان الدقيقة دي هتتحول ل20 أو 30 دقيقة، ولو ما حصلش أنت كده كده كسبت لأنك كسرت حاجز البداية. المهم إن مفيش يوم يعدي من غير دقيقة مذاكرة. مع الوقت الدقيقة تبقى عادة، والعادة تبقى التزام، والالتزام يبقى نجاح حياتي مستمر. ولو انت وصلت لحد هنا يبقى انت فعلا مش طالب عادي، ومش مطلوب منك تطبق ال4 قواعد مرة واحدة. اختار قاعدة واحدة بس وابدأ بيها النهاردة. ولو حسيت ان الفيديو فرق معاك سيب لايك واكتب في الكومنت انهي قاعدة هتبدأ بيها، لان الخطوة الصغيرة دي ممكن تكون بداية تغيير كبير في حياتك.